السلام عليكم. عارفين التيمة بتاعت الزوجة اللي بتموت وترجع من العالم الآخر تلاقي جوزها موفد اون فبتعفرت عيشته؟ التيمة دي أصلا جاية من الأساطير، بلاد بين النهرين. في الأساطير البابلية عشتار ربة الجمال والأنوثة والحرب بتنزل العالم السفلي لسبب محدش يعرف، وعشان تطلع تاني وترجع للسماوات أختها ملكة العالم السفلي بتشترط عليها تجيب حد يشيل الشفت بتاعها. بتطلع عشتار الأرض تدور على حد يموت بدلها، فبتلاقي كل البشر والكائنات كانوا حزانة على موتها ما عدا واحد، تموز جوزها. بتخش البيت تلاقيه قاعد لابس تاجه وصولجانه ومتشيك وحالق دقنه وحاطط كولونيا، فبتقرر ان هو ده اللي هينزل يموت بدلها جزاء ليه على قله اصله. بس مع غياب تموز عن عشتار الدنيا بتخرب على الارض. الناس بتمر بحاجه كده شبه فيلم النوم في العسل، الجنس والخصوبه بيختفوا من العالم تماما. فانكي اله الحكمه بيحس ان احنا كده رايحين في حته وحشه قوي، فبيتوسط ان اخت تموز تنزل بداله 6 شهور وهو ينزل 6 شهور بس عشان الدنيا ما تخربش تماما. ولقرون طويله فضلوا الناس في بلاد بين النهرين يعملوا احتفالات جنائزيه حزينه في شهر يوليو اللي هو تموز اللي متسمي على اسم الاله ده، ولما يرجع تموز تاني في الربيع يقيموا الاحتفالات احتفالا بعودته وعوده الخصوبه للارض. ما بتفكركوش بحاجه السحله دي؟ بيرسيفوني. تنسوش بقى تتفرجوا على اسطوره بيرسيفوني. ولو عجبتكم السحله دي لايك شير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.